أهلا بيكم معايا في حكاية وقصة جديدة. صلوا على النبي ويلا بينا نبتدي قصة النهاردة. صاحب القصة بيقول: أنا اتجوزت مرات خالي محلل بعد ما خالي طلقها 3 مرات، بس اللي حصل بيني وبينها ليلة الدخلة خلاني أديله درس في الحياة، واديتله صدمة عمره. كارثة حقيقية حصلت بيني وبين خالي بعد ما اتجوزت مراته محلل. اسمعوا معايا الحكاية للنهاية. أرجو من حضراتكم فضلا وليس أمرا دعمكم ليا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد. أنا اسمي سامح، عمري دلوقتي 28 سنة. خالي متجوز مراته أصغر منه ب20 سنة وكان عندها 20 سنة وهو عنده 40 سنة. حالته المادية عالية جدا جدا، حالته بتاعت خالي غني جدا 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 ميسور الحال. بس خالي كنت أعرف إن هو عصبي جدا وشكاك جدا وغيور وبتاع مشاكل. ما أقولكمش لدرجة إنه اتجوز بنت الناس دي وهي عندها 20 سنة، عيلة صغيرة أصغر منه ب20 سنة، وعلشان هي جميلة جدا جدا وحالتهم المادية مش كويسة كان بيستعبدها أسوأ استعباد. أنا أبويا ميت وأنا عايش في بيت إخوالي، يعني أمي خدت شقة في بيت قرايبها وعايش أنا وأمي اترملت عليا وعاشت طول عمري في بيت خالي. طبعا مرات خالي دلوقتي متجوزة بقالها 5 سنين، يعني عندها 25 سنة وأنا عندي 28 سنة، يعني تعتبر أصغر مني كمان ب3 سنين. خالي اتجوز وهو في سن كبير، ما كانش بيثق في حد، ما كانش عايز يرتبط بأي حد. كل الستات خاينين، كل الستات مش مظبوطين، كلهم بيخونوا وبيغدروا، زي اللي عنده حالة نفسية من ناحية الستات. اختار مراته دي رغم فرق السن اللي بينه وبينها علشان هي من عيلة على قدها خالص وعلى قد الحال وظروفهم المادية تحت الصفر، وكمان كانت جميلة جدا جدا ومعاها تعليم متوسط. ومن يوم ما اتجوزها مرات خالي دي وهي متبهدلة معاه. طبعا خالي قاعد في الدور التاني في شقة، يعني رغم الغنى اللي هو فيه وحالته المادية وطول عمره بيسافر الكويت، إلى إن هو كمان ماسك على بيته قوي، عنده عقارات وعنده أراضي. بس عشان أمي تعتبر هي الوحيدة اللي خالي وحيدة خالي، يعني هي البنت الوحيدة، فخدت شقة في بيت أخوالي علشان أبويا كان مأجر بره قبل ما يموت الله يرحمه، فكنا عايشين في بيت إخوالي. طبعا احنا كنا عايشين مع جدتي في الدور الأرضي، وخالي كان واخد الشقة اللي هي في الدور التاني اللي هي فوقين على طول. كل يوم كنت بسمع خالي ده بيبهدل في مراته وبيضربها عمال على بطال بسبب ومن غير سبب، وهي كانت غلبانة. تخيلوا كان محتم عليها حتى ما تنزلش عند جدتي تخدمها، رغم ان جدي كان متوفي وجدتي عمرها كبير، يعني عندها 65 سنة وبتحتاج ان حد يخدمها، وما كانش بيخليها تنزل حتى تقعد مع حماتها، ولا كانت بتفتح بابها لأي حد، ولا كانت تقف على فراندا، ولا كانت بتكلم أي مخلوق. حتى بيت أهلها ما كانتش بتروح إلا في المواسم والأعياد من السنة للسنة، يعني العيد الصغير ومرة العيد الكبير، وكان يقعد جنبها كده على رجليها، ويوم ما يجي كمان من عندهم وهو جاي معاها يديها علقة ويضربها ويبهدلها ويقول لها أنا ما كنتش مرتاح للمروحة دي، يعني من الآخر. المهم كان كل مرة يضربها ويحلف عليها بالطلاق بسببه بدون سبب، ويروح يرد اليمين لغاية ما حصل إن هو رمى عليها اليمين 3 مرة. الشيخ قاله ما عادش ليك رده يا حلو، يعني لازم محلل، أو لازم مراتك تتجوز واحد تاني وتعيش معاه حياة زوجية مستقرة، وبعد كده لو اتطلقت في يوم من الأيام ممكن ترجع لك، لكن إن أنت تردها زي الأول خلاص، يعني عداد الوقت معاك نفذ وخلاص. ده يعني إيه؟ طب يعني يعمل إيه؟ طبعا لا راضي يطلقها طلاق رسمي ويسيبها تعيش حياتها، رغم ان هي عاشت معايا 5 سنين ما خلفتش منه الا ولد، وكمان يعني اتبهدلت على ما جابته.
كان بيضربها ضرب كتير لدرجة ان كل مرة كانت بتحمل كانت بتسقط فيها. فين وفين بعد 3 سنين جواز جابت الولد ده، وقامت قافلة على كده، وما عادتش عايزة تجيب عيال من كتر ما هي متبهدلة معاه وذليلها معاه. يعني ما كانش بينها وبينه أي ارتياح نفسي أو حنية علشان تكتر من العيال وترتبط بيه. المهم لما طلقها 3 مرات والشيخ قال له لازم إن هي تتجوز محلل أو تتطلق منك رسمي وتتجوز واحد تاني، ولو في يوم من الأيام أو سنة من السنين اتطلقت في الوقت ده تقدر تردها وتكتب عليها من أول وجديد، وتدفع لها مؤخر ومهر جديد وتتجوزها جواز رسمي. لكن ان انت لو عشت معاها كده دلوقتي من غير ما تطلقها رسمي وتعمل المحلل او تتجوز واحد تاني تعتبر عايشة معاه في الحرام، وكده يبقى عليك ذنب كبير، يعني ربنا مش هيغفر لها ولا هيغفر لك. فطبعا خالي يعني كان نفسه يحل مشكلته، لا هو سايبها لوجه الله تتطلق وتروح وتعيش حياتها هي وابنها ولا رحمها، وعايز كمان تفضل على ذمته، وهو كان بيعشقها عشق جنون. بس كان عامل زي القط اللي بيحب خناقه، كل شوية يضربها ويبهدلها ويعذبها ويكسر فيها ويكسر في عينيها، وكان مدمرها نفسيا. هو كان شايف ان هي كل ما يعمل معاها كده كأنه بيربيها او بيدربها او محدش يعني يطمع فيها وياخدها. بالنسبة له ان هي من شدة جمالها كانت جميلة جدا 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 فوق ما تتخيلوا، ومؤدبة جدا جدا، لغاية ما عدى شهرين العدة وطبعا راح مطلقها رسمي، وادالها قسيمة الطلاق علشان يعدي ال3 شهور ويشوف المشكلة ويحل المشكلة. فإن كان يعني ربطها في البيت وقال لها لا أهلك يعرفوا ولا تخرجي ولا تروحي ولا تيجي، ورقة طلاقك أهي لغاية ما أشوف حل، أشوف أي حد يتجوزك وإن شاء الله يومين ويطلقك وأبقى أرجعك تاني بعد شهور العدة. طيب يدور على مين؟ طبعا خالي كان بيخاف من اللي يعني كان بتاع مظاهر كدابة، مش عايز حد يعرف عن الموضوع، مش عايز يعرف اي حد عن طلاقه ولا ان هو طلقها بالتلاتة ولا طلقها رسمي ولا جاب محلل ولا الحاجات دي علشان يردها تاني. فطبعا بيخاف من كلام الناس، وكان بيحب يعني يبان ان هو كويس جدا، وكان بيحب يشوف نفسه احسن واحد في الدنيا، يعني مش عايز حد يتكلم عليه بالسوء. طب يعمل ايه؟ طبعا هو اللي مربيني في بيت اهلي، انا اتربيت يتيم وانا عندي 7 سنين. فلقيته بيقول لي في يوم بقول لك ايه؟ قلت له ايه يا خالد؟ انا عايزك تتجوز مراتي محلل. بصراحة انا طلقتها 3 مرات وما عادش ينفع عليها ردة اليمين الطلاق ده، لان دي الطلقة التالتة وانا طلقتها رسمي، ودلوقتي هي عدى عليها شهرين وكام يوم في العدة وعايزك تتجوزها. طبعا ساعتها انا قلقت، يعني اتجوزها ازاي واتجوزها محلل ازاي وده ينفع؟ يعني دي مرات خالي، ده انا عمري ما سلمت عليها بايدي. قال لي بس والكلام ده حسك عينك يطلع ما بينا ولا لجدتك ولا لامك ولا لاصحابك ولا لاي حد ان انت هتتجوزها، هما يومين لازم تختلي بيها حتى لو يوم واحد، وبعد كده هتطلقها وهردها لعزيمتي، والموضوع ده يفضل سر بينا ومدفون في حياتنا محدش يعرف بيه، ولو حد عرف بيه هموتك وهجيب اخرك. قلت له مين قالك يا خالي ان انا موافق ان انا اتجوز مراتك واعمل الموضوع بتاع المحلل ده؟ انا ما ينفعش اعمل كده، وكمان انا يعني بعامل مرات خالي بحسابه وبتحرج منها، ازاي ان انا هتجوزها علشان احل لك مشكلة زي كده؟ لا يا سيدي، الله الغني، شوف اي حد غيري. قال لي يعني انت بترفض لي الكلام؟ يعني انا بقولك ان انا عايز الموضوع ده يبقى في السر ومحدش يعرف عننا حاجة ومحدش هينقذني من الموضوع ده ويحل المشكلة دي غيرك انت، لان انت ابن اختي ولحمي وعمرك ما هتطلع سري بره. المهم قعد يعني يتحايل عليا اسبوعين، 18 يوم يتحايل عليا،
لغاية ما اقتنعت. المهم بعد ما هي وفت العدة راح جاي أخدنا أنا وهي وهو ورحنا عند مأذون، كتبنا كتابنا وكتبت عليها، ولقيته بيقول لي طبعا انا ما اقدرش اشوفها مع حد غيري، وطبعا انا ممكن يجيني جنون وممكن اقتلك واقتلها، فانا هروح شرم يومين وانت اقعد مع مرات خالك من غير ما حد يحس، وبس يحصل العلاقة اللي هي الزوجية الحميمة دي مرة واحدة بس، علشان بقولك لازم الطلاق يكون بعد علاقة زوجية حميمة، ولازم يكون الطلاق بعد معاشرة الزوجة على الأقل مرة واحدة، وإلا كده رجوعي ليها هيبقى باطل، مش هينفع إن أنا أرجع لها تاني، هيبقى حرام. المهم بعد كتب الكتاب لقيته واخد شنطة فيها غيارين ليه كده، وقال انا رايح شرم وانا عايز ارجع من شرم الاقي الموضوع ده انتهى، علشان اخلي المأذون يرمي من الطلاق ويخليه يطلقكم، وبعد شهور العدة هرجعك تاني لذمتي وتعيشي معايا. فطبعا خد بعضه ومشي وراح شرم. في اليوم ده أول يوم لقيتها إنسانة محترمة جدا جدا وعندها حياء. قفلت أوضة النوم عليها ومرضتش إن هي حتى ترمي عليا السلام. فالمهم جه تاني يوم، طبعا هو خالي هيجي تالت يوم الصبح، طبعا ما قدرتش أكلمها في حاجة وما قدرتش أعمل أي حاجة ولا أكلمها في الموضوع ده أصلا. موضوع يعني أصلا مقزز من الآخر، أو الموضوع صعب إن أنا أتكلم فيه. المهم ان انا طنشت وكده ونزلت رحت شغلي عادي. انا اصلا بشتغل في ورشة كبيرة بنعمل مطابخ وكلام حاجة زي كده، ورشة ألموتيل والكلام ده. نزلت الساعة 7 الصبح على شغلي عادي ورحت على شغلي وفطرت مع امي عادي علشان ما يبين لهاش اي حاجة. حتى قالت لي امبارح انت كنت سهران فين يا ابني وبيت فين؟ قلت لها عند جماعة صحابي، احنا كنا عندنا شغل في الورشة وكأننا كنا لازم نسلم مطبخ عروسة كامل علشان هتطلع صباحية بعد يوم، فضغطنا على نفسنا وبيتنا في الورشة. وطبعا مرضتش اقول لها ان انا كنت عند مرات خالي فوق. لكن اللي حصل بعد كده، تاني يوم من الشغل او انا في الورشة اتغديت مع امي عادي، وبعد كده حوالي الساعة 8 بالليل طلعت فوق، خبطت بالراحة على مرات خالي وفتحت لي الباب. يعني إنسانة محترمة جدا عندها حياء وإنسانة خلوقة، هي عيلة عندها 25 سنة بس تقول لي البدر قوم وأنا أقعد مكانك. فلقت قمر. معرفش ايه اللي رماها على الجوازة دي، بصراحة هي خسارة في خالي وخسارة كمان فيا، لأن هي تستاهل حد أحسن من كده. المهم فتحت الباب وقالت لي اتفضل. قلت لها معلش ان انا جيت، والله انا اسف لحضرتك، بس انتي عارفة ان خالي هيجي بكرة ومفيش حاجة من اللي قالها لنا الشيخ نفذناها. قالت لي طب ممكن تدخل بس ونتكلم كده ونعمل كوبايتين شاي، اعمل لك غدا ونتكلم كده براحتنا، وانا عايزة استشارتك في حاجة. قلت لها استشارة؟ خير في ايه؟ قالت لي بصراحة انا مش مرحبة بموضوع المحلل ده، مش بإيديا الموضوع المحلل ده، وانا مش عايزة اهين نفسي، وانا بصراحة عايزة اتطلق من خالك طلاق رسمي ومش عايزة ارجع له تاني، ونفسي اهرب من هنا انا وابني واروح حتى لو هعيش على دقة وملح وعيش وانا في بيت اهلي، اقرب لي بكتير من واحد زي خالك هيني وبيضربني ومبهدلني وذللني باللقمة اللي باكلها، كمان سريع الغضب وسريع الشك وبيضرب وبيبهدل. فانا ايه اللي يجبرني ان انا اتجوز محلل وارجع للاهانة دي تاني؟ فانا نفسي بس تساعدني ان انا اطلع من حياته كده واكتفي بورقة الطلاق بتاعته واكتفي بورقة الجواز بتاعتك، ونفسي ان انت تساعدني في حاجة، ان انت ما تطلقنيش غير بعد كام شهر على ما اضمن ان انا اخلع من حياته علشان خاطر ما يردنيش تاني. قلت لها يعني انا اعمل ايه؟ قالت لي انا عايزاك بس تساعدني ان انا اخلص منه، طول ما انا على ذمتك
اقدر ان انا اخلع من حياته وابدأ حياة جديدة وابعد عنه، واروح بيت اهلي اخد مستحقات ابني وحقه، واخد قيمتي واروح اعيش في بيت اهلي، ان شاء الله في اوضة او حتى في عشة احسن من الاهانة اللي انا بشوفها هنا في البيت ده. طبعا انا قلت لها خلاص، اللي هقدر عليه هعمله، اللي هقدر عليه ان انا اساعدك بيه هعمله، ومش هبخل عليكي. المهم خالي جه تاني يوم الصبح وقال لي عملت ايه؟ قلت له والله مفيش حاجه حصلت ما بيني وما بين مراتك، لانها انسانه محترمه جدا وقافله الباب عليها ورفضت ان هي حتى تكلمني، وانا مش عارف اعمل لها اي حاجه. آه يعني احنا مش هنتطلق ونخلص؟ قلت له يعني عامل لك ايه يا خالو؟ هي رافضه، وكمان انا مش هفرض نفسي عليها، الموضوع ده موضوع حساس جدا وانا ما اقدرش اتكلم فيه. قال لي طيب ايه، انا همشي واجي الاقيك خلصت الموضوع ده. المهم خبطت عليها الباب بعد ما هو مشي، وقلت لها خالي جه وطلب مني كذا وكذا، وقلت له يعني اللي حصل. لقيتها بتقول لي طيب اطلب منك طلب؟ قلت لها قولي خير في ايه؟ قالت لي معلش ممكن تقول له ان دي مراتي وحلالي وعمري ما هسيبها، وبصراحة انا لما اتعاملت معاها وعاشرتها لقيتها خسارة في ان هي تتساب، وان انا حبيتها واتعلقت بيها، وما ينفعش ان مراتي اللي دخلت معاها دنيا ان انا اسيبها كده بسهولة علشان انت تاخدها مني تاني. انت لو كنت امين عليها وكنت تستاهلها ما كنتش وصلتها ان هي تتطلق منك وتتجوز محلل، فهي خسارة فيك وانا عايزها. قلت لها كل ده انا هقوله لخالي واحاربه واقف قصاده؟ انت مش عارفة خالي ده، خالي ممكن يقتلني. قالت لي علشان خاطري اقف جنبي، اعتبرني ان انا اختك في الله، وقف جنبي. وقلت لها خلاص انا هقول له دي مراتي على سنة الله ورسوله، ساعتها انا مش هسيب لك مراتي، وانا بحبها واتعلقت بيها، وبعد اللي حصل بيني وبينها خلاص انا متمسك بيها. المهم فعلا خالي لقيته اخر النهار جاي وبيقول لي ايه اللي حصل؟ قلت له حصل كل